لو حاسس انك من جواك دلوقتي خايف وقلقان من السنه الجديده بسبب انك خايف تضيعها والوقت يجري من ايدك وتلاقي نفسك ما عملتش اي حاجه، فبالله عليك سيب كل اللي في ايدك واقعد ركز في الكلام اللي هقوله دلوقتي ده، لان انا اكتر واحد عارف انت حاسس بايه دلوقتي. حاسس انك مشتت وغرقان في حاجات غلط كتير جدا انت بتعملها ومش قادر تبطلها، وبتكون هي دي السبب في انها تندمك في نهايه كل سنه. والمشكله ان ممكن تكون اليومين دول انت مستنزف تماما وما عندكش لا طاقه ولا شغف للسنه الجديده، بس انت برضو جواك حته تفاؤل ومش عاوز تضيع السنه الجديده من ايديك. تعمل ايه؟ انا هكون صريح معاك، انا لما دورت لقيت ان في حاجه واحده بس بتخلي 95% من الناس يضيع منهم السنه الجديده من قبل ما تبدا، وللاسف انت كمان بتعملها وانت مش واخد بالك. فانا دلوقتي حالا هعرفك ايه هي الحاجه دي، والاهم من كل ده ان هعرفك 3 حاجات لو عملتهم اوعدك ان 2026 هتكون احسن سنه في حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مسا مسا بالاصدقاء، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اهلا بيكم في حلقه جديده من البرنامج اللي بيحسسني كده بالدفى وبحس ان انا جوه بيتي. جت في دماغي كان في حد كتب لي كومنت لذيذ جدا، والكومنت ده لمس قلبي، يعني بيقول لي يا شهاب احنا بنلاقي نفسنا في السلسله دي. الكومنت ده بسطني جدا، وانا فعلا من اكتر الحاجات اللي انا ممتن ليها السنه دي ان عملت برنامج جت في دماغي بدون مبالغه. المهم كده، بما اننا داخلين على السنه الجديده كنت بفكر كده ان اعمل سلسله من الفيديوهات اللي هي Q&A، سلسله تبداوا تسالوني فيها الاسئله اللي بتيجي في دماغكم، المشاكل اللي انتوا بتواجهوها، وبناء عليه هعمل فيديو وارد فيه على الاسئله دي او اي اسئله عامه جايه في دماغكم. فقولوا لي رايكم، لو حابين نعمل سلسله زي دي قولوا لي تحت في الكومنتس، وبناء عليه هنشوف هنعمل السلسله دي ولا لا. المهم، السنه الجديده، طبعا انت دلوقتي ممكن تكون متحمس جدا للسنه الجديده، عاوز تعمل كم حاجات كتير جدا انت مخطط لها، تاخد بقى كورس البرمجه وتاخد كورس لغه، تنزل الجيم، تحفظ قران، تعمل كل الحاجات اللي انت كنت المفروض تعملها في 2025. انت خلاص قررت ان انت هتبدا بدايه جديده مع نفسك وتعملها السنه الجديده. بس على الرغم من حته التفاؤل الجميله اللي موجوده جواك دي والحماس اللي انا طبعا مقدره، ممكن ده يكون واخد جزء صغير من مشاعرك. بس في حقيقه الامر كده لو بدات تبص على الجزء الاكبر اللي واخد حيز اكبر من المشاعر بتاعتك، هو هتلاقيه القلق والخوف. قلقان وخايف ان انت الوقت يضيع من ايدك زي ما ضاع السنه اللي فاتت، خايف السنه تجري وانت تلاقي نفسك في الاخر ما عملتش اي حاجه، كل الحاجات اللي انت كنت المفروض مرتب في بدايه السنه انك تعملها ما عملتش فيها اي حاجه. زي للاسف لو كان حصل معاك حاجه زي كده في السنه اللي قبليه، وبرضه مع احساسك بالخوف والقلق ان السنه دي تجري من ايدك وما تعملش اي حاجه، انت حالتك دلوقتي ما عندكش لا شغف ولا طاقه لاي حاجه. يعني انت متفائل من جواك بالسنه الجديده، بس انت ما عندكش طاقه، وصراحه كده انت مش قادر تخطط لها. والمشكله انك لما بتقعد كده تتكلم مع نفسك بصراحه بتلاقي انك غرقان غلطات بتعملها، غلطات انت بتعملها ومش عارف توقفها. والمشكله انك عارف ان الغلطات دي لو استمريت عليها في السنه الجديده برضه هتضيع وقت كبير منها. فانت من جواك كده في كذا صوت متلخبط. لو انت حاسس باللي انا قلت عليه دلوقتي ده، فانا هفهمك حالا انت ليه حاسس بده، والاهم من كل ده ان هعرفك ايه الحاجه الوحيده اللي لو عملتها هتضيع السنه الجديده من ايدك من قبل ما تبدا. وكمان هعرفك 3 نقط لو عملتهم اوعدك ان 2026 هتكون من احسن السنين اللي هتعدي عليك في حياتك. لما بدأت كده أقعد مع نفسي وأسأل نفسي إيه أكتر سبب بيخلي الناس اللي بتدخل السنة الجديدة تضيعها من قبل ما تبدأ، قعدت بقى قريت مقالات قد كده، سمعت فيديوهات بتتكلم عن الموضوع ده، تجارب من ناس كتير حواليا وتجارب أنا الشخصية، لقيت إن في حاجة واحدة بتجمع كل ده، وهي التوقعات العالية. معظم الناس وهي بتخطط للسنة الجديدة بتكون حاطة توقعات عالية تماما. داخل السنة الجديدة عاوز يتعلم لغة جديدة، وعاوز ياخد كورس برمجة، عاوز يروح الجيم عشان يظبط جسمه، عاوز يختم القرآن في السنة دي، عاوز مثلا يجيب مجموع كويس جدا في الدراسه بتاعته، فبالتالي عاوز يذاكر كتير جدا، وعاوز يتعلم رياضات مختلفه وكورسات مختلفه وحاجات قد كده. وبالفعل مع نهايه السنه اللي بتخلص وبدايه السنه الجديده بيبدا يكتب الحاجات دي، وبيبقى جواه طاقه حماس رهيبه. خلاص انت من جواك عارف انك ان شاء الله لو عملت الحاجات دي بانتظام في السنه الجديده انت في اخر السنه هتكون حاجه مختلفه تماما. وتعمل جدول تكتب فيه الحاجات اللي المفروض تعملها كل يوم واللي لو عملتها هتوصلك لهدفك، وتدخل السنه الجديده بكل حماس، وتعدي يوم في التاني في التالت وتلاقي ان الموضوع ماشي معاك زي الفل. ولكن تصطدم بصخرة الواقع، ان انت على اليوم الرابع لقيت ان حماسك ابتدى يقل، لقيت ان انت بدأت تسقط مهام كتير انت كنت كاتبها واللي المفروض لو كنت عملتها هتوصلك لهدفك اخر السنة. وبعد كده تلاقي نفسك انك لما بتبدأ تسقط المهام دي بتبدأ تسقط مهام تانية بعديها عشان انت مش ماشي على الروتين اللي انت حاطه. فلما تبدأ تسقط حاجات اكتر تحس كده انك مش على المستوى المطلوب، تحس كده انك مش متقبل نفسك، فتلاقي نفسك بتقع في نفس الحاجات الغلط اللي انت كنت اقسمت السنة
السنه اللي فاتت انك مش هتعملها السنه دي، انك بقى تتفرج على بورن، تاكل كتير، تقعد على السوشيال ميديا كتير او على التليفون وتضيع وقت قد كده، وتلاقي ان الموضوع باظ واحنا اصلا لسه ما عديناش اول 15 يوم او اول شهر من السنه حتى. فلو هنبروز كده الحاجه اللي كل الناس بتضيع بسببها السنه الجديده من قبل ما يبداوا من غير ما يعرفوا، ان هم بيكونوا حاطين توقعات عاليه، داخلين بهاي اكسبكتيشنز، انا عاوز اغير كل حاجه غلط انا عملتها السنه اللي فاتت. فلما يدخل السنه الجديده بكل حماس ويلاقي ان اول يوم وتاني يوم مشوا معاه زي الفل، يفتكر ان كده خلاص الموضوع اتحل. بس اول ما يبتدي يسقط حاجات من اللي المفروض يعملها، يبدا يلاقي نفسه ان هو بينتكس وبيدخل في نفس الغلطات اللي كان حالف ان هو مش هيعملها. وبرضه عشان ما نظلمش الناس دي فعلا بتبقى داخله نيتها التغيير في السنه الجديده، وبيكون غالبا نيته من التغيير ده عدم رضاه على السنه اللي فاتت او اللي عدت اللي هي مثلا 2025. فاحنا كده نقدر نقول ان المشكله مش فينا احنا، المشكله في توقعاتنا العاليه اللي بنحطها مع بدايه السنه. طيب يا شباب، انت زي اخويا الكبير او زي اخويا الصغير، اعمل ايه؟ انا في بدايه كل سنه بفضل احط تاسكات ومهام اني اعملها، وبلاقي نفسي ان كل سنه ما بعملش الحاجات دي وبضيع وقت كتير جدا. طيب انا عاوزك بقى ايه، تركز في اللي هقوله دلوقتي. لو انت باباك بيشتغل في شركه او تعرف اي حد شغال في شركه بشكل عام، تلاقيه بيقول لك ان الشركات في كل سنه بتكون قافله كل مبيعاتها. طب ليه بتكون قافله كل مبيعاتها؟ بسبب انها بتكون بتعمل حاجه اسمها جرد. الشركه بتوقف بيع سواء منتجات او خدمات، بتوقف كل حاجه ويقعدوا يمسكوا الدفاتر بتاعتهم ويجردوا اللي حصل في السنه كلها، يشوف مبيعاته السنه دي كانت عامله ازاي، يشوف صافي الربح اللي دخله منها، يشوف الخسائر اللي حصلت في السنه دي، يشوف الديون اللي عليه. بمنتهى البساطه بيعمل جرد لكل حاجه حلوه ووحشه حصلت في السنه دي. انت بقى المفروض تعمل ايه؟ ودي تعتبر اول خطوه، يعني احنا لو نمشيها بالخطوات دي اول خطوه انت هتعملها، انك تمسك ورقه وقلم وتعمل جرد للسنه اللي عدت. طيب تعمل الجرد ده بشكل عامل ازاي؟ اول حاجه في جردك السنوي ده انا عاوزك تكتب كل الانجازات اللي انت عملتها في السنه اللي عدت. ما اصل بص، ما تقنعنيش ان السنه اللي عدت دي انت ما عملتش فيها ولا انجاز، ده مش طبيعي، يبقى انت كده ما كنتش بتتحرك من مكانك. انا عاوزك تكتب كل الانجازات اللي انت عملتها حتى لو بسيطه وشايف ان هي تافهه. ان على سبيل المثال ان انت في السنه اللي فاتت دي جبت درجه كويسه في ماده معينه في الشهاده، او نزلت شهر تتمرن حتى لو وقفت، بطلت تتفرج على بورن او تعمل عاده سريه لمده مثلا شهر، اكتب ده في الانجازات. اكتب كل انجاز انت عملته حتى لو حاسس ان هو تافه. الانجازات دي تكتبها على مستوى ايه؟ على مستوى شغلك ودراستك، على مستوى صحتك، على مستوى تطويرك لذاتك، وعلى مستوى علاقاتك. تشوف ايه الانجازات اللي حصلت فيهم كلهم وتكتبها. طيب يا شباب، انا كتبتهم وماذا بعد؟ اول حاجه تعملها بعد ما تكتبهم انك تشكر ربنا على اللي انت عملته ده. بص، لو هتبدا السنه الجديده وانت مش متقبل ذاتك في السنه القديمه اللي عدت، انسى ان انت تحقق اي حاجه في السنه الجديده. لازم أن تكون ممتن لكل الانجازات اللي انت عملتها، وكمان مش ممتن بس، ده انت تشكر عليها ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان شكرتم لازيدنكم. لازم أن تشكر ربنا على كل الانجازات اللي حصلت في السنه اللي فاتت حتى لو بسيطه. كتبنا الانجازات بتاعتنا، نقلب بقى الصفحه ونكتب بقى الحاجات اللي احنا قصرنا فيها او الحاجات اللي احنا مش راضيين عنها. كنت مثلا المفروض تاخد كورس وتخلصه خلال السنه دي وانت ما خدتوش. كنت مثلا المفروض تجيب درجه معينه في الامتحانات اللي انت امتحنتها بتاعه دراستك وما جبتهاش. كنت المفروض انك تنزل الجيم وما نزلتوش. بص، من الاخر انا عاوزك تكتب في الصفحه دي كل حاجه عدت في السنه اللي فاتت انت مش راضي عنها. طيب انت دلوقتي كتبت الحاجات دي، تعمل ايه؟ المفروض بقى هنا ان احنا نفكر ببراجماتيه، نبص كده للامور بطريقه تبني لقدام مش تعجزنا. يعني انا دلوقتي مش اكتب الحاجات دي والاقي ان انا محبط وان انا يا لهوي كل ده انا ما حققتوش، فبالتالي انتكس والاقي نفسي ان انا ما بعملش اي حاجه في السنه الجديده. لا، احنا نبدا نبص على كل الحاجات اللي احنا مش راضيين عنها دي، ونبدا نشوف ايه الحاجه المشتركه اللي بتجمعهم كلهم، وبناء عليه خليتنا نضيع الحاجات دي كلها وما عملناهاش. هتقول لي مش فاهم يا شهاب ازاي يعني خلينا نفترض مثلا ان انت دلوقتي كنت مقرر خلال السنه اللي عدت دي ان انت هتاخد كورس انجليش، وعلى نهايه السنه هيبقى معاك الانجليش او بتتكلم انجليش، وكنت برضو عاوز تجيب درجه كويسه في الدراسه بتاعتك بس انت ما جبتهاش. كنت عاوز تعمل انجازات معينه في شغلك وما حققتهاش. لو بدات تبص على العامل المشترك مثلا بين الثلاث حاجات دول، هتلاقي ان هو عامل واحد بس، ان انت كنت بتضيع وقت. احنا دلوقتي مش هنتكلم احنا ايه سبب تضييع الوقت ده، مع ان انا وانت عارفين ان هو السوشيال ميديا، بس احنا عرفنا ايه الحاجه الرئيسيه اللي بتخلينا ما نعملش الحاجات دي. عرفنا ايه الحاجه الرئيسيه اللي ما بتخليناش نعملها، نبص بقى على السبب بتاعها. ابدا اسال نفسي هو انا بضيع وقت كتير ليه؟ شوف ابو الاصدقاء، بنسبه 95% انت بتضيع وقت كتير بسبب انك بتقعد على التليفون كتير، او بسبب انك بتقعد على السوشيال ميديا كتير وبتسحلك. انا مش ساحر، بس هو ده السبب. طب انا دلوقتي عرفت السبب ده، اكتب ايه الحاجات اللي انا بعملها بتخليني ما احققش اهدافي، ايه الحاجات اللي لما بعملها بتستنزف الطاقه بتاعتي. طيب يا شباب، انا دلوقتي كتبت الحاجات دي، ماذا بعد؟ اول حاجه ابدا اسال نفسك ايه الحاجات اللي انت عاوز على نهايه السنه الجديده تكون محققها. بس استنى هنا بقى نقطه مهمه قوي، ما تحطليش هدف تقول لي فيه والله انا داخل السنه الجديده عاوز انجح. يا سلام على الهدف، لو جبنا اي
حد ماشي في الشارع هنقول له عاوز تبقى ايه في السنه الجديده، هيقول لك ابقى عايز انجح. ايوه طب ما هو ده هدف عام قوي. ايه انت عاوز تنجح؟ عاوز تنجح في ايه؟ يعني ايه عاوز تنجح؟ انت كده ما عملتش اي نوع من انواع الاهداف. ما كلنا عاوزين ننجح. عاوز تكون صحتك كويسه، جميل، وانا مقدر ده جدا، ولكن ايه برضو الهدف اللي انت حاطه عشان من الهدف ده توصل لان صحتك تكون كويسه؟ بص عاوزك تبروز الجمله دي، ما تسيبش اهدافك مفتوحه حتى لو انت واهم نفسك ان انت محددها. هفهمك دلوقتي قدام ازاي. بس المهم ان انت ما تدخليش السنه الجديده وانت فاتح الدنيا خالص على البحر. لازم تبقى داخل السنه الجديده عامل 3 حاجات: مستعد وواعي ومتحمس. مستعد، حاطط اهداف وعارف انت عاوز تعمل ايه على نهايه السنه الجديده. واعي، عندك وعي بكل الغلطات اللي انت عملتها السنه اللي فاتت واللي عجزتك ان انت تحقق اهدافك. ومتحمس، عندك نوع من انواع الحماس، ولكن مش الحماس المفرط، حماس وسطي كده، حماس معقول. يعني مثلا في تجربه اتعملت على موضوع الحماس ده بالذات، وخصوصا مع بدايه السنه، جابوا مجموعه من الاشخاص على نهايه سنه قربت تخلص وبدايه سنه جديده، وقسموا الاشخاص دول ل3 مجموعات. مجموعه منهم ما حمسوهمش خالص، ما ادوهمش اي نوع من انواع الحماس يدخلوا بيه السنه الجديده، ومجموعه تانية حمسوها ولكن حماس اللي هو ايه، عقلاني، حماس بسيط كده. والمجموعه الثالثه حمسوهم بقى ايه، كامل، انت هتعمل وانت هتسوي وانت وانت وانت، وحماس مبالغ فيه. المفاجاه بقى انهم لقوا ايه على نهايه التجربه؟ لقوا ان المجموعه الثانيه اللي هم خدوا حماس عقلاني وحماس مش مبالغ فيه، هم كانوا الاكثر انتاجيه والاكثر تحقيقا للاهداف. وبالمناسبه التجربه دي علميه واتنشرت في بابمد. فاحنا عرفنا دلوقتي ان احنا لازم ندخل السنه الجديده مستعدين وواعين ومتحمسين. دلوقتي احنا جينا لاهم جزء في الحلقه، واللي هفهمك فيه ازاي تحدد اهدافك بطريقه صح بحيث تتناسب مع السنه اللي انت داخل عليها، وفي نفس الوقت هقول لك على 3 نقط لو عملتهم اضمن لك ان انت هتكون محقق اهدافك اللي انت حطيتها في اول السنه. أول نقطة في ال3 نقط دول وهي التركيز. يعني إيه التركيز؟ أنا عاوزك تدخل محدد الهدف بتاعك ومركز على هدف واحد. بالله عليك ما تحطليش مليون هدف المفروض إنك تحققهم في سنة واحدة وتلاقي نفسك في الآخر إنك مش محقق أي حاجة. ركز على حاجة واحدة وما تشتتش نفسك على أكتر من حاجة. يعني ألكسندر بيل كان ليه مثل قوي معروف بيقول فيه إن أشعة الشمس لا تحرق إلا إذا تركزت على نقطة واحدة. يعني الشمس في العادي ما بتحرقناش، ليه؟ لأن هي منتشرة في الأرض كلها. لكن لو جبت عدسة اللي هي بتجمع الضوء وبتجمع اشعه الشمس في حته واحده، هتلاقي انك لو حطيت ورقه تحت العدسه دي هتلاقي ان الشمس بتحرقها. وده ليه؟ لان بكل اختصار الشمس اتركزت على نقطه واحده. حاطط هدف ان انت هتدرس لغه وهتدرس برمجه وهتدرس كورس ليه علاقه بالمحاسبه وهتدرس وهتدرس وهتدرس، مشتت تركيزك على كل الحاجات دي، وفي الاخر تلاقي ان محصلك كل ده صفر او نتيجه بسيطه جدا انت مش متقبلها. طيب يا شباب انا مقدر جدا وفاهم اللي انت بتقوله، وانا فعلا هركز على حاجه واحده، بس اركز على ايه؟ ما انا مش عارف هدفي. طيب انا هقول لك دلوقتي خطوات لو عملتها انت هتحط الهدف بتاعك بشكل صح لنهايه السنه. انت دلوقتي سالت نفسك انا عاوز اكون محقق ايه على نهايه السنه، لقيت ان انت كده في حاجات كتير انت عاوز تعملها ومش عارف تعمل ايه فيهم، ولما بتيجي تعملهم كلهم مش هتعرف. بص انا عاوزك تقسم الموضوع ل4 حاجات. الحاجه الاولى وهي الصحه، الحاجه الثانيه هي الدراسه او الشغل او الاثنين مع بعض، الحاجه الثالثه هي تطويرك لذاتك، والحاجه الرابعه هي علاقاتك مع اهلك او مع اللي حواليك. حطيت ال4 حاجات دول قدامك، ابدا حط لكل حاجه فيهم هدف واحد، ولكن الهدف ده لما تيجي تحطه اختار الحاجه اللي هيكون ليها اكبر تاثير على الهدف ده. ابسطها لك دلوقتي، نفترض ان احنا بصينا للجزئيه بتاعه الصحه. انت عاوز يكون جسمك وصحتك كويسين، تكون بتجري، عندك لياقه بدنيه، عندك قوه جسديه. شوف ايه الحاجه اللي لو عملتها تجمع بين كل ده. لو مثلا بصينا لحاجه زي كده هتلاقي ان الجيم مثلا انت ممكن تتمشى له وانت رايح، وده نوع من انواع اللياقه البدنيه. لما هتطلع تسخن علشان تتمرن انت ممكن تجري على التريد ميل او العجله او المشايه اللي انت بتجري عليها، فبالتالي ده برضو نوع من انواع الجري. وبعد كده انت هتتمرن، فبالتالي عضلات جسمك هتقوى وجسمك هيتحسن شكله بشكل عام. فلما تبص الموضوع كده تلاقي ان الله ده الجيم بيحقق اكتر من حاجه. يعني انا جريت، عملت نوع من انواع اللياقه البدنيه وقويت اعصابي وجسمي وقوه التحمل بتاعتي، وكمان انا عضلي هيبدا يزيد، فبالتالي شكل جسمي هيتحسن. يعني انت كده تقريبا ضربت زي ما بيقولوا كده 4 عصافير بحجر واحد. فبالتالي انك تحط هدف انك تتمرن في الجيم السنه الجديده هو هيكون انسب اختيار في انك تحسن صحتك على مدار السنه الجديده. فاحنا كده حطينا الهدف بتاع النقطه دي. طبق ده بقى على ال3 حاجات التانيين. والله ايه الماده اللي انا لو ركزت معاها هتحل لي معظم مشاكل المواد التانيه، او ايه الحاجه اللي لو عملتها في شغل السنه دي هتاثر على شغلي ككل في الخانه بتاع تطويرك لذاتك، ايه الكورس اللي لو خدته هيحسنني على المستوى الدراسي وعلى المستوى العملي وعلى المستوى الاجتماعي. اعرف ايه هو الكورس ده واركز عليه السنه دي بس. خلصته بقى في اقل من سنه، دي شطاره منك، وتبدا بعديها تحط هدف تاني. بس انا مش عايزك تضغط نفسك باكتر من هدف، حط هدف واحد بس في كل خانه في اول السنه. علاقاتك، والله انا ملاحظ
ان انا معظم علاقاتي بايظه بسبب العصبيه بتاعتي، فابتدي ان انا حاطط هدف طول السنه دي ان انا اقلل من عصبيتي، اسمع فيديوز ليها علاقه بالموضوع ده، اقرا كتب ليها علاقه بالموضوع ده. فاحنا بنحط هدف واحد لكل خانه من الخانات، وبنبدا ان احنا نحط تركيزنا كله على الهدف ده. يعني انا والله جربت بشكل شخصي الموضوع ده وفعلا حياتي اتغيرت جدا. يعني انا اقول لكم مثلا، انا في بدايات صناعتي للمحتوى انا كان في شغل تاني انا كنت مركز معاه، انا كنت مركز مع الشغل ده جدا، وكنت مركز مع الكونتنت جدا. وكانت المحصله بتاعه الموضوع ده ايه؟ انا بعمل هنا انجاز وبعمل هنا انجاز، ولكن انجازات بسيطه، وبلاقي ان انا ضاغط نفسي جدا. بس لما سبت الشغل ده وبدات اركز كل طاقتي ومجهودي وتركيزي في صناعه المحتوى، يعني الحمد لله انا 2025 كان من افضل السنين اللي انا تطورت فيها في صناعه المحتوى. انا لما ركزت في الموضوع لقيت ان انا عملت استوديو، جبت معدات اصور بيها واضاءات بروفيشنال جدا، طريقتي في التواصل معاكم وطريقتي في ان انا اعمل فيديو اصلا اختلفت، كل حاجه الحمد لله اتطورت للاحسن. ده حصل ليه؟ لان انا ركزت على الجزئيه دي. فانت قدر الامكان ركز مجهودك على حاجه واحده. طيب ايه النقطه الثانيه اللي لو عملتها فعلا انا هقدر ان انا احقق اهدافي على نهايه السنه؟ الحاجه الثانيه ان انا اخلي ان الحاجات اللي انا مركز عليها دي هي جزء من الهويه بتاعتي. ازاي بقى الكلام ده؟ انا كشهاب كانت واحده من الجولز سنه 2025 ان انا اقرا كتب. 2024 والسنين اللي قبليها انا ما كنتش بقرا تماما، واي حد كان ممكن يقول لي اقرا الكتاب ده اقول له لا انا ما بحبش القراءه، وانا شخص ما بحبش القرايه عامه، مش دي الحاجه اللي انا بحبها. فلو كان جه مثلا اي حد يقول لي خد اقرا الكتاب ده او انا برشح لك تقرا الكتاب ده، كنتش بحب كده خالص. كنت بقول له لا انا مش من نوعيه الناس اللي بتحب تقرا، لا والله انا ممكن مثلا اتفرج على فيديوز بتلخص كتب، انما ما اقعدش اقرا كتاب، الموضوع ممل جدا. عارفين بقى ليه انا ما كنتش بقرا؟ عشان انا كنت مخلي الموضوع جزء من الهويه بتاعتي، ان انا كنت مصنف نفسي ان انا ما بحبش القراءه. فبشكل طبيعي جدا الموضوع ده هيبدا ينعكس على افعالي، فبالتالي هلاقي نفسي ان انا فعلا بمل من القراءه وما بحبهاش. فاللي عملته ان انا غيرت جزء بسيط في العقليه بتاعتي. سالت نفسي سؤال، هل انت يا شاب عاوز تبقى شخص مثقف؟ فلقيت نفسي بقول فلقيت ان انا بقول لنفسي طالما انت عاوز تبقى شخص مثقف فلازم ان القرايه تبقى جزء من شخصيتك او من هويتك. بالفعل بدات اشوف ايه اسهل كتاب ممكن ابدا بيه قرايه، وقلت والله انا في اليوم مش هقرا غير صفحتين، يعني على نهايه السنه انا ممكن ابقى مخلص كتاب. الفكره بس ان انا كنت عاوز احبب نفسي في القرايه، مش اجبر نفسي على القرايه. لما مشيت بالمنظور ده لقيت ان انا الصفحتين بقى 4، لقيت ان فعلا القرايه بتخلي دماغي تتغير، لقيت واحده واحده ان انا بقيت متحمس للقرايه. عارفين انا الهدف بتاعي على نهايه السنه ان انا كنت اكون مخلص كتاب واحد بس. عارفين انا النهارده مخلص كام كتاب؟ على نهايه السنه دي الحمد لله انا مخلص 14 كتاب. جايز الرقم يكون قليل بالنسبه لبعض الناس، ولكن بالنسبه لي انا ده انجاز عظيم. انا ما كنتش متخيل ان في يوم من الايام ممكن احب القراءه، بس هي الحمد لله دلوقتي بقت جزء من الهويه بتاعتي. انا لازم كل يوم اقرا حتى لو حاجه بسيطه. طبق ده بقى مثلا على الرياضه، انت ما تقولش لنفسك انا لازم اتمرن. طبعا الاراده مهمه، ولكن الاهم انك تخلي الرياضه هي جزء من هويتك، لان الفتره اللي هتيجي فيها وتلاقي نفسك بتعطل وما بتتمرنش وارادتك بقت صفر، لو الرياضه مش جزء من شخصيتك وهويتك انت مش هتتمرن. فانت تتمرن كل يوم. عارف حتى لو هتروح تلعب في الجيم ده لعبه واحده وتمشي، انت هنا بتلعب على جزء اهم بكتير من ان انت تقوي جسمك، انت بتلعب على جزئيه ان انت تطور عقليتك، المينتاليتي بتاعتك. بدل ما تجبر نفسك على الصحيان بدري، خلي الصحيان بدري هو جزء من الهويه بتاعتك. انا بحب اصحى بدري. نيجي بقى للنقطه الثالثه والاهم، واللي لو عملتها صح والله العظيم حياتك هتتغير، السيستم. انت هتعمل كل الكلام اللي قلناه اللي فات ده ازاي؟ الناس بتنقسم في الموضوع ده لجزئين، جزء بيقول لك ورك سمارت يعني اشتغل بذكاء وما تشتغلش بمجهود كتير، وجزء تاني بيقول لك ورك هارد يعني اشتغل كتير جدا وهتلاقي ان الدنيا بتتحسن. احنا بقى السيستم بتاعنا المفروض يكون عامل ازاي؟ المفروض يكون بيجمع بين الحاجتين. احنا بنورك هارد بس الاهم اننا نورك سمارت. احنا هنجتهد في كل الاهداف اللي احنا المفروض نحققها على نهايه السنه، بس الاهم اننا نعملها بذكاء. ده بقى نعمله ازاي؟ الجمله اللي انا هقولها دلوقتي دي انا عاوزك تبروزها في مخك، ان الهيكله اهم من قوه الاراده. طب ازاي نورك سمارت وفي نفس الوقت نورك هارد؟ الشخص اللي هو مركز في انه يجتهد وبس ما بيشتغلش بذكاء، تلاقيه ان هو دايما عاوز يذاكر 18 ساعه في اليوم، عاوز يفحت نفسه مذاكره عشان يجيب مجموع كويس، وبالفعل هو بيضغط نفسه جدا وممكن يجي على نومه وعلى اكله وعلى شربه عشان يحقق الهدف ده. طب السؤال بقى، هل لو هو ذاكر اقل من 18 ساعه مثلا في اليوم، وده رقم كبير جدا، هل هيقدر برضه يجيب درجات كويسه؟ الحقيقه
هيقدر برضه يجيب درجات كويسه. الفكره ان الشخص ده المفروض يركز على ايه اهم حاجه لو عملها هتبدا ان هي تحقق له بقى الحاجات التانيه. يعني احنا قلنا دلوقتي احنا قسمنا اهدافنا على 4 حاجات، والمفروض ان كل حاجه فيهم ليها هدف معين. في حاجه بقى واحده انت لو عملتها هتلاقي ان تاثيرها بينعكس على ال4 حاجات التانيه، وده بيسموه الدومينو افكت او تاثير الضمنه. ان انت لما توقع واحده ضمنه كده تلاقي ان الكل بيتكرر وراها. ايه بقى الحاجه دي؟ مثلا هنلاقي ان هي النوم. الشخص اللي بينام كويس وبيصحى بدري، لما نبدا نشوف الموضوع ده بينعكس على الصحه ازاي، نلاقي ان هو بيقدر يشيل اوزان اكتر، فبالتالي شكل جسمه بيتحسن اكتر وبيبقى قادر ان هو يتمرن كل يوم. الشخص اللي نايم كويس بيكون مركز وهو بيدرس او بيشتغل. الشخص اللي نايم كويس عنده المجهود اللي يقدر يحطه في تطوير ذاته. والشخص اللي نايم كويس هيبقى مزاجه رايق، هيبقى عارف انه يعامل اهله وكل اللي حواليه بشكل احسن. فشفت ازاي ان النوم انعكس على ال4 اهداف اللي انت حاططهم في ال4 حاجات مختلفه. فاللي عاوز اقوله لك ان انت في السيستم بتاعك انت مش تحط ان انت تشتغل زي المكن، انت تشتغل على اكتر حاجه انت لو حققتها هتلاقي ان هي بتنعكس على كل ده. عاوز اديكم مثال ليه علاقه بالدراسه عشان عارف ان معظمكم بيدرسوا. مثلا الكيمياء، ايه اهم فصل ممكن يكون في الكيمياء؟ الفصل اللي انت بتتعلم فيه ازاي تعمل المعادلات الكيميائيه. Na زائد Cl بيساوي NaCl، الحته اللي انت تتعلم فيها ازاي تقدر انك تعمل معادله كيميائيه. عارف لو انت حطيت تركيزك كله على الفصل ده وانت بتذاكر كيمياء هتلاقي ان كل الفصول الثانيه بقت اسهل. ليه؟ لان كل الفصول الثانيه انت مطلوب منك فيها انك تعمل معادلات كيميائيه حتى لو اختلفت الفكره. فاللي بيفهم هو لما يجي يذاكر يحط كل تركيزه على الفصل ده، لانه لو فعلا فهمه وقدر انه يعمل معادلات كيميائيه بشكل صح هيلاقي ان بنسبه تتعدى ال 50% الفصول اللي جايه بعد كده هتبقى اسهل. طبق ده بقى على الصحه، على الدراسه، على تطويرك لذاتك، على علاقاتك مع اهلك او مع اللي حواليك. فالخلاصه من الموضوع ان السيستم مش ان انت تحط مليون حاجه وتشتغل عليهم سوري زي المكنه كده وما ترحمش نفسك. انت تشتغل بكل اجتهاد ولكن تختار ايه الحاجه اللي اشتغل عليها وهتكون ليها اكبر تاثير على هدفك. طيب ده الجزء الاول في النقطه الثالثه. الجزء الثاني بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك شكل بيئتك. ايه يا شباب المصطلح الغريب ده؟ يعني ايه اشكل البيئه بتاعتك؟ يعني خلي البيئه بتاعتك فيها اشارات تسهل لك وصولك لاهدافك. مش فاهم يا شباب؟ ابسطها لك. في مبدئين في الموضوع بتاع تشكيل البيئه ده انا عاوزك تمشي بيهم. اول مبدا بيقول اجعلها سهله، والمبدا الثاني بيقول اجعلها واضحه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ انت دلوقتي شخص عاوز تكون بتقرا، انت ما بتحبش القرايه وعاوز تحبب نفسك في القرايه وتكون شخص مثقف، لازما البيئه اللي حواليك تكون فيها اشارات تسهل لك ان انت تقرا. والمهم ان الاشارات دي تكون واضحه. يعني مثلا انت معظم قعدتك على المكتب او على السرير بتاعك تخلي فيه اشاره على المكتب دايما تفكرك بالقرايه، تحط الكتاب اللي انت عاوز تقراه في المكان اللي انت بتقعد فيه اطول وقت ممكن، فكده الاشاره بقت واضحه. انت كل ما تيجي تقعد في المكان ده هتشوف الكتاب، فبالتالي هتفتكر ان انت عايز تقرا. والنقطه الثانيه ان لازم الموضوع يبقى سهل، ان انت خلاص تمد ايدك تجيب الكتاب ده. انت مثلا بتحب تقعد على سريرك يبقى الكتاب محطوط على الكوميدينو مثلا اللي جنب السرير، او لو انت مثلا بتقعد في كذا مكان تخلي كذا كتاب في كذا مكان بحيث تسهل انك تقرا ويكون دايما الكتاب قدام عينيك. فبالتالي الكتاب بالنسبه لك بقى سهل اللي انت تجيبه وبقى واضح. جميل. فاكر بقى الورقه اللي احنا كنا كتبناها في اول الحلقه اللي قلت لك اكتب فيها كل الحاجات اللي انت بسببها ما حققتش اهدافك؟ الورقه دي اسمها المشتتات. اعمل بقى العكس تماما مع المشتتات. يعني مثلا الموبايل، اجعل الموبايل الوصول ليه غير سهل واشارته غير واضحه. يعني بكل بساطه تاخد الموبايل ده تحطه في ابعد مكان بحيث لما تيجي تقوم كده تجيبه تحس ان الموضوع صعب، ويبقى المكان ده بعيد وغير واضح. يعني مش بعيد وانت عينك شايفها، لا بعيد وانت عينيك مش جايباه اصلا. فبالتالي الاشاره بتاعه الموبايل هنا بقت غير واضحه وصعبه. لو بدات تركز على اهدافك بالشكل اللي انا قلت لك عليه وبدات تشكل البيئه بتاعتك بنفس الطريقه دي، والله 2026 هتكون من احسن السنين اللي هتعدي عليك في حياتك، لانك فعلا لما هتيجي تبص على نهايه السنه هتلاقي ان انت حققت اهدافك. طيب نقطه مهمه انا لسه فاكرها، احط اهدافي في اليوم بشكل عامل ازاي؟ او احط اهدافي على مدار مثلا شهر ولا اسبوع ولا يوم، ولا احط اهدافي بشكل عامل ازاي؟ احنا عندنا الجول الكبير او الهدف الكبير اللي احنا المفروض على نهايه السنه نكون محققين. قسم الهدف او الجول ده لاجزاء صغيره على مدار ال 12 شهر، وبعد كده تعالى قسم الهدف بتاع كل شهر فيهم على مدار 4 اسابيع. فتبدا تحط اهدافك بشكل اسبوعي، فتقول والله ان انا الاسبوع ده عاوز ان انا اكون مذاكر فصل فيزياء وفصل كيمياء، ومذاكر مثلا اول 3 دروس في الرياضه، وفي نفس الوقت اكون مخصص وقت للتمرين ووقت ان انا اطور من نفسي، اخد كورس بقى او اعمل حاجه. ده الهدف بتاع الاسبوع. انا عاوزك بقى تقسم الموضوع ده على مدار كل يوم فيهم، تعمل لنفسك وقت معين انت هتتمرن فيه، وقت معين انت هتطور ذاتك فيه، ساعه مثلا انت هتدرس فيها الكورس الجديد اللي انت ان شاء الله عاوز على نهايه السنه تكون مخلصه، وحوالي ساعتين 3 للمذاكره. وكل ما تبدا تحقق كل مهمه منهم تبدا ان انت تعمل ايه؟ تكافئ نفسك. هتلاقي نفسك على نهايه الاسبوع والله بتنجز حاجات انت ما انجزهاش في شهر، ولو فضلت على نفس الريتم ده بعد 3 شهور هتلاقي ان انت انجزت حاجات ما كنتش بتنجزها في سنه. نقطه مهمه برضو كنت هنسى ان انا اقولها، لازم تحدد انت هتعمل المهام بتاعتك فين وامتى وازاي. انا والله هتمرن، هتتمرن فين؟ في الجيم،
لذيذ. هتتمرن امتى؟ هتمرن اول ما اصحى الساعه مثلا 7 الصبح، تمام، احنا كده عرفنا فين وامتى. هتمرن ازاي او تتمرن ايه؟ والله النهارده انا مثلا هتمرن تشيست او البنش ومثلا باي، فانا كده المهمه بقت بالنسبه لي واضحه ومحدده، ابدا ان انا اعملها بقى. واهم حاجه الاستمراريه، ما تبصش على السرعه بتاعه الموضوع. في حته كده يعني ممكن نبقى نعمل عنها حلقه قدام، دايركشن اوفر سبيد، يعني الاتجاه اهم من السرعه. ما تفضلش مستني ان امتى هتبقى بتتكلم انجليش في اسرع وقت ممكن. انت والله حاطط جولز صغيره ومركز على الاتجاه، ما يهمكش الوقت. واوعدك والله لو عملت كده هتلاقي ان الموضوع بيمشي معاك بمنتهى السلاسه وبمنتهى السهوله، وهتلاقيه بياخد وقت اقل من المتوقع. انا بجد فعلا طبقت الحاجات دي على مدار السنه اللي عدت. طبعا كان في غلطات كتير وقعت فيها ووقت كتير ضيعته، ولكن انا الحمد لله انا متقبله، انا متقبل ده جدا، والحمد لله انا حابب نفسي كده. ولكن انا مش حابب نفسي وهقف على كده، انا دايما هسعى ان انا اطور من نفسي. وبجد يا ابو الاصدقاء جرب الثلاث نقط اللي انا قلت عليهم في الحلقه دي، وصدقني 2026 لو طبقت فيها الكلام ده هتكون من احسن السنين اللي في حياتك. وكالعاده ما تنساش تعمل شير.